عالسلامة. المرة هذه طيبت كسكسي أصفر على طريقة مدينتي قصور السيف. الكسكسي هذا نطيبوه كسفرية للعريس ليلة المرواح، ونطيبوه في الأفراح، ويطيبوه دار العروسة ويهزوا قصعة نهار الصباح وإلا مثرد لدار العريس، ونطيبوه في المأتم يوم الفرق، ونطيبوه في سائر الأيام زادة، ونطيبوه في رأس العام لكن يكون بالقديد. أول حاجة عملتها حطيت الحمص يطيب وحده، من بعد خذيت 600 جرام كسكسي بليته ب120 مليلتر ماء، ومن بعد حطيت الماء في القدرة، حطيت فنجان زيت، بصلة متوسطة، مغرفة صغيرة كركم، كيلو لحم، وشوية فلفل أسود، شطر مغرفة صغيرة فلفل أسود، فلفل أكحل. حطيت الكسكسي باش نفوره. وبالنسبة لتوفير الكسكسي هذايا فيه علم شوية، علم لو بعتالي بشوية نقولوا عليها باهي. بعد التوفيرة الأولى هبطت الكسكسي، لكن المرة هذه ونخليه يبرد شوية باش نعاود نبله بالماء، لازم نخليه يبرد شوية ونحط شوية ماء أقل من المرة الأولى، ونحطه يفور التوفيرة الثانية. بعد التوفيرة الثانية نهبط الكسكسي ونخليه يتنحى منه البخار يبرد شوية، نعاود نبله بشوية ماء مش برشا باش ما يلكزلناش الكسكسي، ونحركه. بعد ما يطيب الحمص نسقطر الماء متاعه في سقال اللحم، نزيد شوية ماء للقدرة، نحط الحمص في ماء نظيف آخر، نحط ربع مغرفة كربونات ونخليه يطيب مليح، ونرجع الكسكسي يفور. بعد ما يشيح الحمص من الماء متاعه ويطيب برشا كيما هكا، نحط عليه قدح من مرق اللحم. في آنية أخرى نحط كعبات تمر، ونحط 2 قدحات من مرق اللحم، ونخلي التمر يغلي باش المرق يبدأ حلو شوي. في صحفة نحط فنجان كبير زيت زيتون، ومغرفة صغيرة كركم، شوية فلفل أكحل، ونحرك. من بعد نمشي للكسكاس، نهبط الكسكسي نخليه يهفت شوية من البخار، ونسعى السقاء بالقدح من فوق، ونثري الكسكسي، نزيد نسقيه شوية بالسقاء. عيني ميزان، إذا كان كسكسيك محبوك وشايح في طريقه يشرب السقاء، نزيد نحط زاد السقاء متاع التمر، ونثري الكسكسي. في الآخر نحط الزيت اللي معمول بالكركم، ونحكك الكسكسي بشوية بشوية. من بعد نلمه ونسمح الصينية ونحط عليها المكونات الكل. في مقلاة نحط شوية زبدة، ونقلي شوية لوز، يلزم تكون على نار هادئة برشا حتى لين يحمر اللوز. ناخذ شوية زبيب أكحل وأصفر نغسلهم مليح بالماء. أو نحط المكونات الكل، الحمص واللحم، ونحط اللوز اللي قليته، والزبيب الأكحل والأصفر، والعظام، وقرينات فلفل مقليين. فما اللي ما يحطش الفلفل المقلي، ولكن أنا حطيت، يحطوا إلا قرن فلفل أحمر شايح في المرق في العادة. صحة وبالشفاء.